نصيحة مهمة كثير يا جماعة، لما تقرر تسافر ما تحمل لحدا اشي بدون ما تعرف شو الموجود، وما تحمل لحدا غريب، لانك انت ممكن تنخرب ديارك وتروح في 60 دهي. هذا الزلمة زامم كتب دينية يا جماعة، دينية، حاطين له اياها في كرتون، جابوا له اياها حكوا له خذها معك، هاي دينية بدنا تودي لنا اياها على تاخذها معك على البلد الفلانية. وبس وصل المطار اكتشفوا انه داخل هاي الكتب مخدرات، فالزلمة اكل هواء وعمره ما راح يطلع من السجن. شوفوا، فلما تسافر شوفوا اذا بتلاحظوا كلها ايات قرآنية بس مكتوب بالانجليزي، وفي على وجه الكتاب سورة الكعبة، شايفين هاي؟ فديروا بالكم يا جماعة، لما تحمل اشي على الاقل لازم تعرف بالضبط شو حامل، حتى لو انت مسكت الكتاب ما راح تعرف يعني. فالافضل انك ما تاخذ اشي من حدا ما بتعرفه ما بتوثق فيه، لانك ممكن تنخرب ديارك. يعني هذا الزلمة فات السجن عمره ما راح يطلع من السجن بسبب انه عمل خير وحمل لشخص. شوفوا ايات قرآنية، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم بس.